السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة كده هعمل معاكم لحمة في الكيس الحراري. يا رب الطريقة تعجبكم، طريقتي فيها تعجبكم. عايزة تغيري طبعا اي حاجة، تحطي بدل البطاطس اي خضار يعني انت تفضليه، تشيلي حاجة تحطي حاجة. انا بس بوريكم طريقتي فيها ويا رب تعجبكم. تعالوا بينا على الوصفة والطريقة ازاي، بس ما تنسونيش في لايك علشان تدعموني، ويلا بينا على الفيديو. بسم الله كده ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا لحمه كده مقطعاها مكعبات، وكمان طماطم وفلفل وبصل مقطعاه شرايح، وبطاطس. البطاطس بقى الكميه اللي انت عاوزاها، برضو اللحمه الكميه اللي انت تحبيها. مقطعه البطاطس واللحمه يعني يعتبر قد بعض، مكعبات قد بعض كده، عشان برضو البطاطس ما تتهريش معايا، فمقطعاها مكعبات كبيره اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وكمان هاخد معلقه من الصويا صوص. والبهارات بقى بتاعتنا، عندي سكر كده عشان يسرع من عمليه السوى بتاعه اللحمه، ما تاخدش وقت كبير يعني. وبهارات من اللحمه، وفلفل اسمر وملح وروزماري وورق لورا واتنين من الحبهان كده. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنزل بقى التوابل بتاعتي هنا كده في الحاجه اللي انا هعمل فيها، واحط عليها ربع كوبايه من الميه. كده كده الطماطم هتنزل ميه وكده، بس برضو زياده تاكيد عشان التسويه تطلع معايا مظبوطه. واحط معلقه من الصويا صوص، معلقه كبيره كده. حطيت عليهم معلقه الصويا صوص، هقلبهم بقى كويس جدا. ممكن كمان لو عندك صلصه تحطي معلقتين كبار كده من الصلصه اهو. هنزل عليهم بقى اللحمه واقلبها كويس معاهم. وكمان نسيت اقول لكم هحط فصين توم، ما قلتهمش في المقادير. احط لها فصين توم، اقلبهم كويس كده. اجيب فصين التوم احطهم كده. حطيت التوم اهو زي ما انتم شايفين كده، حوالي نص معلقه صغيره من التوم المفروم. التوم ده انا مفرزاه يعني في الفريزر وكده، فبطلع منه وقت ما بحتاج. ممكن تسيبي اللحمه بقى في التتبيله دي كده شويه تشرب منها، ولو مستعجله يعني ايه اعمليها على طول. هنزل عليها بقى الخضار وبرده هقلبه كويس جدا معاها، اللي هو البصل والفلفل والطماطم. اقلب كده كل الكلام ده. هنزل كمان البطاطس، هقلبهم بقى كويس كده مع بعض كده. بعد ما قلبتهم كويس جدا اهو مع بعض. وكمان حاولي ان انت تظبطي الملح، ما تزودوش ابدا عشان ما تطلعش مالحه منك. لو طلع يعني قليل شويه هيبقى احسن ما يطلع زياده. ممكن تزودي كمان بقى كوسه، او تزودي بسله وجزر، اي خضار بتحبيه تحطيه، بيبقى برده طعمه حلو. تعالوا بقى، انا جبت الكيس اهو وهبدا ان انا اعبيهم فيه. بعد ما عبيتهم بقى في الكيس كده، هحط لهم مكعب واحد بس من الزبده كده، بيدي طعم حلو. وبعد كده هقفل الكيس واقول لكم هنعمل ايه. بعد ما قفلت الكيس بقى، بخلي الفتحه اللي هي انا قافله منها الكيس بخليها من تحت كده، وبجيب سكينه وبعمل كام فتحه كده، 4 فتحات مثلا او 5 اهو، عشان الكيس ما يفرقعش بعد كده من البخار. وهدخلها الفرن اول ربع ساعه على درجه حراره عاليه، وبعد كده هوطي النار واسيبها تستوي براحتها، ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخرج من الفرن. كده شكلها اهو بعد ما خرجت من الفرن. تعالوا نفتح عليها سوا كده وهنقدمها كمان مع بعض. بصوا هقطع لكم الكيس، شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ان الريحه قلبت الشقه كلها بجد، ريحتها حلوه جدا واللحمه استوت. بصوا انتوا لو عايزين بقى الوش بتاعها يبقى متحمر كده، هتفتحوا الكيس بالطريقه دي وتدخليها تحت الشوايه ان هي تتحمر. بس انا كده بالنسبه لي يعني تمام. اللحمه كمان متحمره، بصوا جميله جدا. تعالوا بقى نقدمها ونشوفها مع بعض. بس كده ده بعد ما قدمته، جربوه بقى وان شاء الله يعجبكم. اللحمه مستويه جدا، وعايزه اقول لكم الريحه يعني وهم، والطعم كمان جميل جدا. ما تنسونيش بقى يا ريت في اللايك والشير واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. والسلام عليكم ورحمه الله.